النهارده اتطلب مني تورتايه غريبه جدا، غريبه في الشكل وغريبه في الطلب، بس يعني لازم نعمل اللي يطلب مننا. انا ولاء، لو محدش يعرفني، دي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل مع بعض عرض تورتايه ومعاها نص دسة جاتوه، بس بشكل مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. احنا دايما بنعمل العرض ده يا اما تورتايه مدوره يا اما على شكل قلب. المره دي مطلوبه مني شكل مختلف. صاحبه التورتايه كلمتني وقالت لي انا محتاجه العرض اللي انت منزلاه، بس محتاجه اعمل التورتايه شكلها مختلف، هينفع تعملها لي؟ فقلت لها تمام، قولي لي انت محتاجه ايه، ولو متاح ان انا اقدر انفذها لك هنفذها لك، ما عنديش مشكله. طبعا انا خبزت سبونشات، هي كانت طالبه العرض كله شوكولاته، وانا قلت طبعا طالما هخبز بقى سبونش يبقى زود صاج كمان. يعني لو كنت العرض ده مثلا هعمله بصاج، لا هخبز صاجين علشان اطلع كذا تورته يعني. قفلت كده اول تورته. طبعا حطيت اول طبقه، الطبقه اللي بحطها من تحت لازم تبقى سليمه، واللي في النص ممكن تبقى من بواقي الكيك، مفيش اي مشكله. وبعد كده بنرجع نحط طبقه سليمه. بصوا الصاج ده انا خبزاه 30 في 40 بثلاث بيضات و250 جرام من الدقيق، وعليهم كوبايه الا ربع سكر اللي هي 150 جرام، وكوبايه الا ربع ميه اللي هي 150 جرام، وحطيت معلقه محسن 35 جرام، ومعلقه بيكنج باودر 10 جرام، ورشه الفانيليا، وضربتهم على اعلى سرعه. وفي اخر مرحله زودت معلقه من الكاكاو، وخبزتهم على درجه حراره 200. طبعا انتوا متعودين على الاسبونشات وعارفين الطريقه واشطر مني يعني. طيب الصاج ده يطلع لي قد ايه؟ المفروض ان الصاج بيطلع مثلا 3 طبقات ونص من مقاس 20. تمام. لو هعمل الصاجين بيروح مطلع لي 3 ترط على مقاس 20. تمام. يعني هطلع كل صاج هيطلع لي تورتايه ونص، يعني هيطلع لي 3 طبقات 4 طبقات، وهيطلع لي الطبقه الخامسه من الجناب كده او من بواقي الكيك. فالصاج 30 في 40 او 32 في 42 اللي هو مقاس الصاج بتاعي، بيطلع لي الخمس طبقات اللي هم يعتبروا 5 طبقات يعتبروا تورتايه وطبقتين. تمام. فانا خبزت في اليوم ده صاجين، فهيطلع لي حوالي 3 ترط، وممكن يفيد كمان بواقي. بصوا طبعا انا بحاول اظبط بس الايه لو ما عندكيش كادره ولا قطاعات، تقدري تعملي في طبق بقى، تعملي باي حاجه. ده اللي فاض بقى من الصاجين. بصوا يعني لو انا هشتغل بيهم مكبات او هشتغل بيهم طبقه كمان، فانا هقول لكم، بس انا هقول لكم انا بشتغل بيهم ايه. انا ما بعملش كبات ولا بعمل يعني بالبواقي دي. هقول لكم انا بشتغل بيها ازاي لما يبقى عندي بواقي كده. انا جبت الصاج كده وخدت منه حوالي 14 سنتي و14 سنتي، واللي فاض هقول لكم الحته اللي فاضت دي هعمل بيها ايه. طبعا بما اننا ان احنا مطلعين عروض، فانا مش بعمل السيريس رول كبير. ده السيريس رول يعتبر هديه على التورتايه، فانا بخليه حجمه صغير شويه. تمام. هلف اول رول كده وهدخله شد، وهعمل التاني. تمام اهو. طبعا انا عشان العرض كان مطلوب مني هيبقى شوكولاته، فانا قلت خلاص كمان العرض اللي هيفيد او الشغل اللي هيفيد هعمله برضو شوكولاته. انا حسيت ان دي كانت اكبر شويه من 14، لان انا بقطع بالويم كده دلوقتي، ما بقتش اقيس يعني. تمام. اهو زي ما انتم شايفين برضو جبت الكريمه وابتديت افردها كده على الجزء اللي فاضل. طبعا الجزء ده بيبقى صغير يا جماعه، مش زي السيريس رول اللي احنا بنطلعه بتاع الجاتو. بصوا زياده بقى هبتدي ارص بقى بواقي الاسبونش او بواقي الكيك او الهدر اللي طالع ده، مش بحطه بقى في كبات وكده. انا ببتدي اكمل بيه جزء من السيريس رول، فهيطلع لي كده تكمله العرض اللي فاضل اللي هو التالت، لان انا قفلت 3 طرط واتنين سيريس رول، وده التالت وهيشتغل معايا زي الفل. وانا لما باجي يعني اغطيه بالكريمه مش بيبان خالص الفرفته بتاعت الكيك ولا حاجه. بصوا انا بجيب بقى حاجه كده زي البتاع اللي هي عامله زي الحصيره دي، ممتازه بقى لما بلف فيها السيرسرول. ده كنت انا جايباه، عارفين عباره عن ايه؟ مفرش اللي هو اللي بيتحط، الخشب اللي بيتحط تحت البايركس. فاستخدمته بقى في الرولات دي، طلع حلو قوي ممتاز. خدت نص التورتايه، هقول لكم بقى رحلت كده جزء ورحلت الجزء التاني علشان هي كانت طالباها على شكل عين. انا طبعا عماله اقول يا ربي طب انا هطلع لها شكل العين ده ازاي، فجات لي الفكره دي. فقسمت التورته نصين ورحلتها كده علشان اقدر اطلع الشكل اللي هي كانت عايزاه. هي اتصلت بيا وقالت لي انا محتاجه التورته على شكل عين، تقدري تعمليها لي؟ فانا قعدت افكر كده، شكل عين ليه؟ ليه تورته على شكل عين اصلا؟ المهم في الاخر طبعا ما هنا احنا يعني احنا تحت امرك يا فندم، اي حد بيطلب حاجه تحت امره، هنعمل ايه؟ انا قلت لها هحاول اطلع لك اقرب حاجه للشكل اللي انت عايزاه.
لان بصراحه انا ما كنتش عارفه هقدر اطلع لها زي ما هي عايزه ولا لا، يعني هعرف اطلع الشكل اللي هي محتاجاه ولا لا. بس بصراحه هي عجبتها جدا جدا، يعني قالت لي تحفه، جميله جميله جميله. عارفين المساجده؟ هي مساجده، تحس المساجده في نفسها كده قوي، نفس طريقتها ونفس اسلوبها ونفس كل حاجه. انا على فكره مش بتنمر والله ولا حاجه، بس هم في ناس فعلا تحس انه حبيبتي حبيبتي كده. فهي عجبتها قوي وقعدت تشكر فيها جدا، مع ان انا ما كنتش حاساها ان هي طلعت زي ما هي عايزه. المهم كنت حاسه ان هي في الاخر وانا بقفلها كده بقول لاولادي، بقول لهم هي شكل عين. طبعا اللي يقول لي ده شكل عصفوره، واللي يقول لي شكل بطه، واللي يقول لي ما تعملهاش، كنسلي الاوردر، ايه اللي انت بتعمليه ده يا ماما كده يعني. بس انا بقى كنت مصممه في الاخر ان انا عايزه اكمل، هشوف في الاخر هتطلع شكلها عامل ازاي، هتبقى حلوه ولا لا. يعني قلت برضو تجربه جديده وهنشوف، يمكن لو حد في يوم من الايام طلب مني حاجه زي كده مثلا حجم اكبر ولا حاجه، اشوف الفكره ممكن هقدر انفذها ولا لا. الم- المهم، محدش يضحك عليا يا جماعه. المهم عملتها، قفلتها كده ودخلتها التلاجة، وبعد كده يعني طبعا حاولت يعني افكر ان انا اظبطها اكتر من كده، بس ما والله فعلا هو ده كان اقصى حاجه وصلت لها. هدخلها التلاجة كده، وبعد كده هبتدي افكر بقى في الفينش بتاعها. هي كانت عايزه حاجه فيها عارفين اللي هي الخرز الزرقاء والكلام ده، بس طبعا قلت لها ما يعني الكريسبيات اللي فوق دي تبقى خضرة وزرقاء والكلام ده، بس قلت لها لا والله مش عندي. جبت بقى الجناش وابتديت اعمل دريبات كده من الشوكولاته كده من الجنب، كأني بنحط لها كحلي يعني، فاهمين؟ كأننا بنكحلها او بنعملها ايلاينر. لا ده انت هتشوف حاجات دلوقتي جميله وتعجبكم يعني. غطيت بقى العين بكل الجناش من فوق كده اهو، بصوا. والله متهيألي لو كنت عملتها كلها، غطيتها كلها شوكولاته، كان متهيألي كان هيبقى احلى، صح؟ بس بما انها عرض يعني من العروض، فانا ما حبيتش يعني بصراحه ازود اكتر من كده. هدخلها طبعا التلاجة تشد شويه قبل ما احط عليها اي حاجه، وبعد كده ابتديت قلت ايه، احاول احدد كده رسمه العين من فوق. بصوا، والله فنانه. والله بصي عايزه اقول لك اللي بتقولي لي ملكه التورت، وحياه ربنا يعني الله يكبر بخاطرك بجد والله العظيم بجد، يعني بتخليني اتغر في نفسي. رسمت العين، بس عايزاكي تقولي لي تعليقك على العين ديت، عين ولا مش عين؟ بس المهم ان ايه يعني جاملوني يعني يا جماعه، حاولوا تجبروا بخاطري. بصوا، وابتديت بقى ايه يعني اقفل كده التورتايه من تحت بروزيتات. بس مش عارفه، حاسه ان الايلاينر بتاع العين كتر شويه، صح؟ حطيت لها بقى اللي هو الكريسبي ده، طبعا ما كانش عندي غير اللي هو الابيض والاسود وحطيت لها بقى بالضغط اللي هو الايه الذهبي ده، غطيت لها الكريسبي بالضغط عشان يعني يكسر اللون شويه. وقفلت الجاتو. دي كانت التورتيه بتاعتي، كنت مطلعاها على 250 بالجاتو. يعني قفلت برضو الرول بتاع السيريس رول اللي انا قلت لكم عليه، وده طلعته مع التورتيه. ايه رايكم بقى، عين ولا مش عين؟ استنى رايكم في الكومنتات، وقولوا لي الفيديو اللي جاي عايزيننا نتكلم عن ايه. وشكرا ليكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني. وعين برضو انا حاسه ان هي عين والله. يلا الحمد لله ان انا عرفت اطلعها اصلا لحد كده. واستنوني في الفيديو اللي جاي، وشكرا لكم، مع السلامه.